ديارا من Ladies and gentlemen, please stand up for the national anthem of Mali. سيداتي وسادتي نرجو منكم الوقوف للنشيد الوطني لمالي. لكن المهاجمين بيكسبوك مباريات، ولكن المدافعين وحراس المرمى بيكسبوك بطولات، فاكيد. شكرا لك يوسف ايت الحاج. تحيه طيبه مشاهدينا في دور المجموعات في اخر 11 مباراه 9 مباريات بشباك نظيف. هو دايما المنتخب اللي بينافس على البطوله، المنتخب اللي عايز يبقى بطل، اكيد لازم الدفاع دايما افتكر. مع زامبيا 0-0، وبالتالي حسابيا المغرب اذا يفوز في مباراه الليله فهو سيتصدر وسيتاهل رسميا حتى الصداره سيضمنها قبل اجراء المباراه الثالثه امام المنتخب الزامبي. الدعوات والامل كبير والطموحات اكبر بالنسبه للجماهير المغربيه ليحقق اسود الاطلس اللقب الذي غاب عنهم منذ عام 1976. نعم، نتكلم عن نصف قرن تقريبا المغرب لم يحقق اللقب القاري، وهذه الفرصه المواتيه من اجل تحقيق ذلك يا نايف في اجرد. اذا ضربات البدايه ستاتي بين اقدام لاعبي المنتخب المغربي. اليوم نتكلم عن رباعيه الدفاع، مزراوي كذا ايمن صلاح الدين على الجهه اليسرى، يميق واجر في محوريه الدفاع، ثم مرابط كلاعب ارتكاز طبعا الى جانب نايل العيناوي وعزدين أناحي على مستوى صناعه اللعب الصيباري، ودياس على الاطراف وراس الحربه سيكون اللاعب ايوب الكعبي. منطقي جدا ان يكون الكعبي كاساسي في مباراه الليله بعد العديد من المباريات لمختلف المنتخبات الافريقيه، وهذا سابع منتخب افريقي الذي يشرف عليه توم سانفيلد. الحضور مره اخرى على مستوى وليد الركراكي امامنا على الصوره. ماذا حضرت والكره اذا عن طريق ديارا يرسل الكره للامام. تاريخيا هذه المباراه الثانيه التي تجمع بين المنتخبين في نهائيات كاس الامم الافريقيه، الاولى كانت في دوره تونس 2004. كثير من الحماس من جانب عناصر المنتخب المالي لهذا مره اخرى. طبعا ما هو متوقع من جانب المنتخب المالي انه لن يتراجع كثيرا الى طبعا بتي لك يا ايوب الكعبي من اجل امتائنا ومن اجل اضافه المزيد من الاهداف والتي وانت الذي تبحث عن تحطيم الرقم القياسي لاحمد فارس الاسطوره المغربيه صاحب الكره الذهبيه. كره وصلت على الرواق الايسر، نايف اجرد، جواد اليميق، مايا صلاح الدين، الحكم يعطي اشاره، ابراهيم وصلاح الدين، ابراهيم ولا صلاح الدين في نهايه المطاف. دياس الكره مرت عاليه مباشره الى ضربه مرمى. نعم، اول تهديد مع الخمس دقائق الاولى لعناصر المنتخب المغربي عن طريق اللاعب ابراهيم دياس على الصوره. نعم، ذاك اليسرى طبعا مستفيد من جلوس اشرف حكيمي كظهير ايمن، جلوسه في الاحتياط، وبالتالي الفرصه ومنطقي ان مزراوي يكون هو الظهير الايمن، وهذا المكان اللي يلعب فيه عاده المزراوي. حذر من الخطا في هذا المكان يا نايف، يا اجرد تمشي الكره ماليه، محاوله المرور هنا، لكن في عوده وفي تغطيه وفي متابعه رائعه جدا من ازدين. برافو ازدين في التغطيه الماضيه. يوصل الكره في المنتصف، مرابط الان في الربط، يلعب الكره لدياس. ابراهيم، لمن يا ابراهيم؟ عندك 9 اهداف يا ابراهيم يا دياس، 9 اهداف. هل يكون اليوم الموعد مع المنتخب مالي؟ وهذه النوعيه من المنتخبات عاده لا تدافع ب10 لاعبين، لا، تلعب بشكل مفتوح، تلعب نديه كبيره، تلعب على امكانياتها، وبالتالي مالي عندها الامكانيات كذلك اللي تسمح لها بالهجوم، وهذا ما نتوقعه في الدقائق القادمه. الكره للامام، تغطيه بعد ذلك نصير المزراوي، نصير في خطا عدم المجازفه باشرف حكيمي في المباراه الثانيه. ربما اقول قد تكون له دقائق من اللعب في اللقاء الثالث امام منتخب زامبيا. كرة على اليمين، مزراوي يمرر الكرة لابراهيم دياز عندك الجهة اليسرى دياز. نعم، أنا صلاح الدين يقترب منه سفيان مرابط، سفيان هنا مترابطات على مستوى وسط الميدان. نايل العيناوي يمرر بشكل ممتاز. مزراوي لأناحي، 1 على 1، أناحي يتقدم، يا سلام، الذي مزراوي أناحي يرى روعة هذه الثنائية في النهاية المدافعية. كرة لعناصر المنتخب المالي، كوليبالي يلعب الكره لسونغاري، مرابط بعد ذلك يتابع، عادت مره اخرى ماليا. صراع كبير في وسط الميدان، من طرف اللاعب كوليبالي. ماذا سيفعل الان كوليبالي؟ يصل في اتجاه بيسوما، يغطي عليه بعد ذلك نايل العيناوي. برافو نايل، التغطيه امام اللاعب بيسوما في نهايه المطاف. الحكم يرجع بعد ذلك الى التماس، لم يكن لديه خيار اخر وحل اخر سوى ابعاد الكره الى التماس، لان اللاعب المالي ضغط عليه قوه وبالتالي يتفادى الركنيه. ستلعب الجانبيه كاسما، ينفذ التماس. دومبيا يعيد للخلف مباشرة إلى حارس المرمى ديارا، هذا هو ديارا يرسل الطولية. ديارا اسماعيل الصباري، كورته برا الملعب في وسط الميدان بعد ربع ساعة على بداية المباراة. أخطر كرة عن طريق اللاعب اسماعيل الصباري، لكن الاقتحام رائع والدخول رائع بين إبراهيم دياس، أول المتأهلين إلى الدور القادم كمتصدر كذلك نضمن الصدارة، وسيبقى في مدينة أكادير. كرة للأمام، ياميق يتابع، يراقب، لمن ياميق الكرة تلعب هذه الجانبية لعناصر المنتخب المغربي. سفيان مرابط، سفيان الكرة في منتصف الميدان، عزدين أناحي، إبراهيم دياس، السيطرة زادت لعناصر المنتخب المغربي، وصلت إلى مزراوي 1 على 1، مزراوي يقترب من إبراهيم وانطرها يا إبراهيم، يلا يا إبراهيم. بعد السفر في سائر جولات كأس إفريقيا في النسخة 35. الصداقة الحقيقية كيليان مبابي وهو يشجع صديقه ويساند صديقه أشرف حكيمي. هل رأيتم كيليان مبابي يحمل قميص حكيمي والرقم 2؟ يعني ما إبراهيم ضيع إبراهيم، تتحول إلى مرتدى، وما يجب أن نحذر من التحولات السريعة للاعبين الماليين. دومبيا،
كيليان مبابي. نتيجة لا زالت سلبية بين الطرفين على فكرة، شيء بشيء يذكر، 0-0 أول مرة تحدث في نهائية الكان هذه النسخة. تلك ديان كامارا في الاستلام، كامارا يضغط عليه أيوب الكعبي، بسوما تبادل هنا بتمريرات قصيرة، محاولة المرور، مروا على أوناحي، ممتاز، وتسديدة. كرة ترسل إلى الأمام اتجاه من ابراهيم دياز يرسل أيوب الكعبي يرد باتجاه عزدين وناحي عزدين لمن عزدين، برافو عزدين، مزراوي العرضية هي الراسية، ولكن لا زالت مغربية وتسديدة. هذا المحارب، هذا المقاتل، كل ما أرى سفيان فنيات حاضرة، الضغط حاضر، هل يرفع الكرة ابراهيم يغير في اتجاه صلاح الدين، ممتازة، ولكن الفكرة ممتازة، ولكن كوليبالي يقطع الطريق على صلاح الدين، وبالتالي خروج هذه الكرة. برافو، يلا من عودة. طبعا لما نتكلم على كواليتي اللاعبين الماليين، جودتهم الفنية وكخبرات فعلا المتواجدين اليوم، نتكلم عن دوبيا ودراوي وتموضع ممتاز، مزراوي العرضية يا مزراوي في القائم الثاني، الراسية ممكن ولكنها تصل سهلة، قياسية شخصية وجماعية، الرقم القياسي على مستوى في التنفيذ. كوليبالي الضربة الحرة لفائدة النصوري مالي، مرفوعة داخل منطقة الجزاء، الرأسية بعد ذلك التسديدة كبرى، شق الدفاع طبعا نايف أجرد، متابعة من اليسار، وبعد ذلك متابعة كانت خيالية، تابع أشرف حكيمي. طبعا الحكم يطلب إيقاف اللاعب عبد المثير في نقاش مع سفيان مرابط، هل ثبت شيء داخل منطقة الكوس؟ واحد من الفنانين ويجب ان نحذر كذلك من اللاعب سينايوكو، لانه اللاعب المؤثر، كره ذهبيه افريقيه مع طبعا الاسطوره واحد من اساطير الكره المغربيه، لاعب باريس سان جيرمان ابراهيم، ويعرفون بان فنيات ابراهيم ومراوغات ابراهيم، خطوره اللاعب سينايوكو هذه لهذا مجددا. مباراه طبعا اينما حل وارتحل المنتخب المغربي الا وتجد وراءه يؤكد ذلك ويعطيك فكره بانه ويعطيك مؤشر بانه فعلا المباراه لم يكن حاضر فيها منتخب البلد المنظم. طبعا باحتساب عدد الجماهير قبل مباراه مصر والجنوب لاول مره في تاريخ نهائيات كاس افريقيا 9 ملاعب. اللاعب اسماعيل الصيبري، هذه اعاده، الرفعه كانت ممتازه من طرفي اللاعب عزدين، هذه الكره عاده التي تنتظرها ايوب الكعبي، لكن ابراهيم واحده من مهارات ابراهيم، واحده من توغلات ابراهيم، لكن بعد ذلك ننتظر ابراهيم دياز يتقدم ابراهيم والهدف الاول ابراهيم دياز 10 اهداف وولدي احمد من المدافع المالي. هذه الصوره مره اخرى حاول يرجع للحارس في نهايه المطاف، ديارا ينقذ الموقف، اخر كره كانت في المباراه، الحكم عبد المثير يطلق اللاعب سينايوكو يتلقى الاشاره الان، يلا ياسين سينايوكو مرت الى الشباك، وهدف مالي في هذه اللحظات. نعم سدد بقوه رغم ان ياسين بونو